كريستال. السلام عليكم. تعالوا بقى نحضر النهاردة فتة الكريسبي بطريقة سهلة وبسيطة، والمكونات كلها عندنا في البيت. هنحضر صدرين دجاج متلجين في الفريزر عشان نعرف نقطعهم كده صوابع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنقطعهم كده صوابع. بعد كده هنعمل التتبيلة بتاعتهم، سهلة جدا وبسيطة. هنحضر معلقة صلصة ومعلقة بهارات فراخ ومعلقة فلفل اسود ومعلقة سكر ومعلقة ملح ومعلقة خل، وبس كده. ونحطهم على الصدور ونقلبهم ونسيبهم في التتبيلة لمدة نص ساعة ربع ساعة. بعد كده هنجيب الكفر بتاعها، كوباية دقيق وعليهم معلقتين نشا ومعلقة بهارات فراخ، معلقة فلفل اسود ومعلقة ملح. هنقلب كل ده. بعد كده نحط البانيه في الدقيق ونقلبهم تقليبة كده حلوة عشان الكفر بتاعها يثبت في البانيه. بعد كده هنجيب طبق تاني فيه مية ساقعة وهطلعهم من الدقيق على المية الساقعة، وبعد كده هرجعهم تاني في الدقيق ونقلبهم برضو تقليبة كده حلوة. بجد لو جربتي تعمليه مرة في البيت هتعمليه على طول. طريقته سهلة جدا وبسيطة ومش مكلف زي اللي برا. هنعمل بقية البانيه كله بنفس الطريقة، ننزلهم في الكفر وبعد كده في المية، وبعد كده نرجعهم تاني في الدقيق. وبعد كده هنجهز طاسة ونحط فيها زيت، والزيت ما يبقاش سخن قوي. وبعد كده هننزل فيه البانيه. بجد شكرا على الكلام القمر اللي انتوا بتكتبولي، ببقى مبسوطة جدا بيه. شكرا بجد من قلبي. بعد كده هنقلب البانيه. يا ريت كل اللي مشتركش في القناة يدخل يشترك ويفعل الجرس ويعمل لي لايك ويكتب لي كومنت قمر كده شبهه. هنطلعهم بقى من الزيت، بيبقى مقرمش وطعمه جميل يا جماعة. بصوا الجمال، طعمه تحفة. هنجيب حلة ونحط فيها زيت، معلقتين زيت، معلقة سمنة، ومكعب مرقة، وبهارات، معلقة بهارات فراخ، وهنقلبهم كويس على النار. وبعد كده هغسل الرز. انا عملت 3 كوبايات رز، حطيت عليهم معلقتين ملح، وبعد كده احط عليهم 3 كوبايات مية ونص. هقلبه كويس وهسيبه على نار عالية، واول ما الرز يتشرب هوطي النار عليه خالص. الطريقة دي هتخليه مفلفل وجميل. بعد كده هجيب اطباق واحط الكمية اللي انا عايزاها، وهجيب البانيه واقطعهم كده عليها من فوق التقطيعة اللي انت حباها. والصوص ده اسمه باربيكيو، بس طعمه تحفة، تحط على الفراخ واللحمة، بيودي طعم الفتة الكريسبي في حتة تانية خالص. بجد لو جربتوها تدمنوها وتعملوها كل يوم.